صوت الحكاية، رحلة عبر الزمن إلى أيام الدفء والبساطة، حيث كانت الحكاية تروى بالصوت فقط، فتعيشها بخيالك وتسمعها بقلبك. صوت الحكاية، حكايات تروى بصوت الزمن الجميل. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لتصلكم أجمل الحكايات بصوت الزمن الجميل. جميلك يا اسطى صالح. اهل العريس جايين يتفرجوا على الجهاز بكره العصر ان شاء الله. خليها على الله يا ست ام عبده، ان شاء الله كل شيء هيكون تمام. ما وصيكش بقى على تنفيض القط. يا سلام، وهي دي عايزه وصيه؟ دي حاجتي انا مش حاجتكم. انا ليا بركه الا انتوا. الله يبارك فيك يا اخويا، انا عارفه كده والنبي. امال دي ست احسان دي بنتي انا، يا ما عملت لها عرايس قطن وهي صغيره. هي رخرة محضره لك مقص، انما ايه هديه ايه يعني؟ قال منها يا ست ام العروسه، ما هي عادتكم في كل جوازه، ربنا يجعل بيتكم عمار. تعيش يا اسطى صالح. الحقيقه القطن ده حاجه حلوه قوي، الله يكسبه اللي باعه لكم. قطن شعر نمرة واحد. ما هو رمضان اخويا هدبه احسان بنتي، هدية حبايب صحيح. اي والله. طب ده انا عشان خاطرك نفضته دورين. تسلم ايديك يا اسطى. وان شاء الله اتفقتوا على مين يحيي الفرح؟ والنبي لسه برضو يا اسطى، لكن اخويا بقى عاوز نعيمه العلمه والطبل البلد. البنت مصممه على المغنوات والاركسترا. مغنوات ايه واركسترا ايه؟ هو في احسن من الطبل البلدي؟ يا شيخ خليها كده بلدي على طول عشان نفرح ونهيص. ان شاء الله هي برضو هترسي على كده. وانا عليا مزيكة الجهاز. تعيش يا اسطى صالح. باين حد جاي من اهل العريس. باين كده. سبت عندك العافيه يا اسطى صالح، دستورك اما اروح اشوف الحبايب. الجدعان والعريس وكمان العريس وولاد المنشية والمغربلين والمنجدين وكمان المنجدين ألف مرة وأنا وأنت. هو الاسطى صالح ما بيشبعش رأس، كل فرح يرقص فيه تقولش فرح ابنه ولا بنته. ده راجل عترة ويفهم الأصول. كل فلوسه رايحة على مجاملة أصحابه، يعني الفلوس اللي ياخدها من أصحاب الفرح يدفعها لهم الطاقة 2 ليلة الفرح. امال يعيش بإيه بقى؟ أهي مرزوقة يا عم، حد يبات من غير عشاء؟ وده كلامنا احنا يا أولاد البلد، رزق يوم بيوم والباقي على الله. ونعم بالله، ربك موجود بيرزق النملة في جحرها. لكن برضه القرش الأبيض ينفع لليوم الأسود. يعني واحد زي الأسطى صالح ده لا له ولد يعينه على الزمان لما يكبر ولا غيره، كان حقه برضه يلم ايده حبتين ويعمل حساب للزمن. ولا انا غلطان يا معلم محمود؟ خليها على الله يا معلم، قول يا باسط. الراجل لسه بخير ورزقه كتير، وبنته نفوسه ب100 راجل. العريس والعروسه واهل العروسه ولاد الحته كله الاسطى صالح المنجد. جدعان وانا وانت ذوق يا مزيكا. رايح على فين يا اسطى صالح؟
بقى يعني ربنا مش هيتوب علينا من السهر كل يوم كده؟ لا لا جرايه يا أمينة، انت عايزة تبيتي عليا زي الفراخ ولا ايه؟ مش كفاية تراب القطن اللي احنا غرقانين فيه طول النهار ودوشة القوس دم دم دم، ومش نايبنا من ده كله غير وجع القلب. يعني ايه بقى؟ انا حرمكم من حاجة يا أمينة؟ ما تقوليلي اذا كنت حرمكم. مش قصدي يا اسطى، بس عاوزاك تبقى جنبنا يوم. اعطل شغلي بقى واقفل المحل، اسرح الصبيان واقعد جنبي. انا ما بقتش عارفه اتفاهم معاك ابدا يا اسطى صالح اليومين دول، وخصوصا من يوم ما عرفت المدعو الكيف ده وانت بقت اخلاقك ضيقه. وانت هتحسديني على الكيف راخر؟ ده المزاج اللي بيخليني اعرف اكل عيش، مستكترها عليا؟ يا اخويا ربنا يتوب عليك منه، ده خرب عقلك من يوم ما علقت فيه. ربنا يجازي اللي كان السبب. هو مين ده بقى اللي كان السبب؟ انت فاكراني ايه يا وليه؟ كروديا ولا خيخه عشان حد يعلمهولي؟ لا 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 لا، ولا يعني كروديا، ده انا اكبر منجد في المنشيه واسم بين المعلمين زي الطبل. يا مين؟ الله، عيب عيب، ده انا جدع. هو الجدع يعني اللي يضيع فلوسه على الرقص والكيف زيك؟ امال ايه؟ المرجليه عايزه كده، لازم الشخص منا يكون مجامل عشان يكسب قلوب الناس. امال ايه؟ ولا انت فاكراني يعني عيل صغير من البيت للدكان ومن الدكان للبيت؟ يا ريت يا سيدي، يا ريت يا ريت، على الاقل كنا قدرنا نعمل حساب للزمان. خليها على الله، قول يا باسط يا امينه، الدنيا فانيه يا اختي. ونعم بالله، بس ما تنساش برضو ان نفوسه بنتك بقت شابه ولها طلبات. عينيا النفوس، ناقصها ايه؟ ناقصها كل حاجه يا عيني عليها. كبدي يا بنتي، جزمتها بقت من غير كعب. بس كده؟ طيب خدي ادي نص جنيه اهو، وانزلي الغريه جيبي لها جزمه. نص جنيه هيجيب جزمه لشابه زيها يا سي صالح؟ الله بقى يا امينه، بقى عايزاني يعني اروح فرح الحاج سيد من غير فلوس ولا ايه؟ يا اخي اللي محتاجه البيت يحرم على الجامع. قول لي انت ناوي تروح فرح الليله دي كمان ولا ايه؟ وايه المانع يا امين؟ الله، انت مش بتزهق يا اخي من سهرك للفجر كل ليله كده في فرح جديد؟ شغل عايز كده، هو في احسن من الفرح والفرفشه؟ يا وليه خليكي محليه، ما تبقيش كتيانه. الله الله، انت راح تكلمني بالسيم ولا ايه يا معلم؟ لا انا ما احبش حد يشتمني. لا عيب يا امينه، وانا برضه عمري زعلتك. محليه يعني حلوه. وكتيانه يعني وحشه. كويسه دي، وانا يا اخويا ابقى انهي فيهم بقى؟ تبقي المحليه يا محليه يا. وده عايزه كلام يا ام نفوسه. يلا بقى قومي حضري الهدوم، خلينا نروح فرح ابن الحاج عصفور. حاضر. امينه. نعم يا صالح. خد النص ريال ده كمان علشانك، وريال اهو تكملي بيه حق الجزمه بتاع نفوسه. ربنا ما يحرمناش منك ابدا يا جوزي، ويخليكي ليا يا امينه يا مراتي يا محليه. نفوسة يا بنت يا نفوسة. نعم يابا. اروح اجيب لك الحكيم يابا. حكيم علي بس يا بنتي، دول شوية برد ويروحوا لحالهم. قوم اعملي لي شوية قرفة ولا جنزبيل. ده انت بقالك يجي 10 ايام على دي الحالة يابا. ما تبقيش خوافة بقى زي امك امال. مش عايزاه نعيا ولا ايه؟ يمكن فاكراني عيل صغير. سلامتك من العيا يابا. لا عيا ولا غيره يعني الجسم بيدفع الذاكرة اللي عليه يا بنتي. يلا حضري لي بقى الجزمة الحمرا الكوباية. حاضر. واللاسة الجديدة، احسن انا معزوم على فرح عمك عوض الله يشقى. ما بلاش خروج بقى الليلة يابا. الله الله الله، انت هتعملي لي زي امك ولا ايه يا نفوسة؟ قلبي عليك يابا. انا عارف يا نفوسة يا بنتي، لكن ما تخافيش عليا. هو انا هموت من غير ما اعمل لك الجهاز بايديا؟ لسه بدري على الجواز يابا. طب اذا كنت بتحبيني صحيح
قومي حضري لي اللبس قبل امك ما ترجع من السوق. من عينيا يابا. تسلم عينيك يا حلوه. الا قول لي يابا، ايه رايك في اللحاف اللي عملته امبارح لخالتي شفيقه؟ الا قوليلي. نعم. انت ايه اللي خلاكي تتدخلي في صنعتنا؟ عايزه تلقطي الكار ولا ايه يا نفوسه؟ امال يابا ابن الوز عواد. لا والله ما احليه يا بنت. بس بقى وسعي الغرزه ومشي. اهو مرة في مرة ابقى اسطى منجد قد الدنيا. قال والناس بقى تقول له اسطى صالح شغل بنت وتاكل وشي. انا هساعدك هنا في البيت يابا، اخيط لك القماش على المكنه، اعمل المخدات والضربيات الحرير، وهي ايد على ايد تكيد. او ناقص امك بقى تتعلم تبقى اسطى مرتبه. انما قول لي يابا، لا انت ما قلتليش رايك. ايه مش هتخليني اساعدك يابا؟ والنبي يابا يا بنتي والنبي يا بنتي سيبك من الصنعه دي تمقت البدن. هاتي الهدوم، هاتي. حاضر يابا، اتفضل. ادي الشراب والجزمه، وعلى ما احضر لك الجلابيه والباط. اسمعي. نعم. واللاسه والكوفيه والعصايه يا نفوسه. من عينيا يابا. تسلمي يا بنتي. ايه رايك يا استعويس؟ مش برضه نروح نزور الاسطى صالح بعد ما طلع من المستشفى؟ برضه واجب يا اسطى محمد. امال الناس لبعضيها. ان شاء الله بعد ما نشطب اللحاف اللي في ايدينا ده نروح له على طول بمشيئة الرحمن. صعبان عليا قوي الراجل ده يا استعويس، ده كان سيدي المنجدين. ما الصنعة بتاعتنا بتهد الحيل وتعمل نظر، والشاطر بقى اللي يعمل حسابه للزمان. على كل حال هو مش كبير، غيرش بس المرض هو اللي هده. ازاي يعني؟ ما عندوش 60-70 سنة؟ لا ابدا، ده يا دوب يمكن ابن 50 سنة بس. ده كان قسط عترة وابن بلد صحيح، وياما فلوس دخلت ايديه، بس كان راجل بحبوح ما عملش حساب للزمن. غلطان برضه، كان لازم يلم ايده ويعمل حسابه. يعني لولا بنته اليومين دول كان شحت في الشوارع. نفوسة انت تعرفها يا عويس؟ شفتها مرتين في زنقة شغل مع ابوها، وكمان احنا جيران. بقى انت ما اتعلمتش عنده؟ لا انا اتعلمت عند خالي. بس بقى الاسطى صالح كان في المدة الاخيرة بيبعت لي اما تجيله شغلة كبيرة علشان اسنده، وكانت نفوسة برضه بتشتغل معانا. دي بنت ناصحة وزي 100 راجل. خدتها معايا الجمعة اللي فاتت في جهاز كان صاحبه راجل حاج، وجماعته ما بيبانوش على رجالة. الله، امال انت بتنجد لهم ازاي؟ انا اصلي بشتغل معاهم من الصغر. اقول لك الحق، الجماعة دول فرحوا قوي بنفوسة واكرموني خالص علشانها. مسكينة والله البناية دي، صنعتنا ما كانتش لها ابدا. كانوا امال هيعملوا ايه؟ وما تنساش ان الاسطى صالح له زباين قدام برضه بيعطفوا عليه ويدوا له شغلهم. لكن ده مسكين ما بقاش بيشوف خالص. لا برضه بيشوف طشاش، وهو بيهلب على رزقه وخلاص. يضرب القطن بالقوس، يمسمر مرتبة، يفصل قماش، اهي ماشية. ما هو برضه كان كده من 3 سنين، واللي خلاني بطلت اشتغل معاه انه خلقه بقى ضيق قوي. وعشان كده كان يبقى عاوزنا نتصلق الصنعة ونكت القط، مع انه كان اجدع من اجد. لكن العاية بقى والكيف الله يلعنه مص جسمه وضيق خلقه. انما واحد زي يا عمي لا مؤاخذة يعني لسه بيكون مستقبله، لازم يقدم شيء كويس للزبون علشان يجيب رجله ويخليه يطمن له. تمام. علشان كده ما كنتش اسمع كلامه ابدا لما يقول لي كت القطن ولا شل بالغرزة. وفي يوم في رمضان اللي فات ضرب علينا المدفع واحنا مروحين، وقبل ما يغير ريقه على المية كان حتة كيف ب6 ساغ، وجاب علبة سجاير ب5.5، وهو كان كل اللي طالع له 25 ساغ. طب قول لي بقى يوكل بيته منين ويقضي لوازمه منين؟ ما هو ده اللي بيخليني اخد عبرة لنفسي والم ايدي. وان شاء الله انا ناوي افتح دكان في شارع القلعة بعد كام شهر، تنجيب كراسي وطقم، ما هو ربنا يسهل. كفاية بقى ولم القطن اللي عندك. الف مبروك يا استعويس، والله تستاهل كل خير. عقبال الورشة بقى. تعيش يا اسطى محمد في حياتك ان شاء الله. طيب انا جايه حالا جايه.
اتفضلي. يزيد فضلك يا ام نفوسه. اتفضلي يا حبيبتي. تعيشي يا اختي. قولي لي يا اختي، مش الاسطى ساب لنا الفلوس النهارده ولا ايه؟ والنبي يا ست ام حلاوته لسه الحاله زي ما انت شايفه، يعني يا دوب بناكل اللقمه بنشف الريق. طب يا اختي وانا هعمل ايه لما انت وغيرك ما تدوليش اجره؟ اكل من ايه ورب الايتام من ايه؟ معلش يا اختي صبرك شويه بكره تتعدل. وان ما تعدلتش هتعملوا ايه؟ يا حبيبتي ربنا موجود، ليه نقدر البلا قبل وقوعه؟ حد عارف، يمكن يفرجها ربنا من اوسع الابواب. ما هو من غير مؤاخذه هقولها لك بالمفتشر، لا تجيبوا ال6 اشهر اللي عليكم، لا تتفضلوا تعزلوا من غير مطروب. كده يا ست ام حلاوته؟ ايوه كده، انا واحده على قد حالي، ما حلتش غير فلوس البيت، وقال على راي المثل اللي يختشي من بنت عمه. يعني هنروح فين يا ست ام حلاوته؟ يخلصك تبهدلينا على الاواخر في الشوارع. ما هي اختي كلمه وهي حكمه، يا الدفع يا العزال، وعوضي على الله في ال6 اشهر. اعملي معروف اصبري علينا الشهر ده كمان. ليه مستنيين ايراد العزبه ولا بيع القط؟ ربنا كبير مين عارف. اسمعي يا امينه، الاحسن بالاحسن تعزلوا، ما تخلونيش اسمع كلام الناس واحجز عليكم. لموا الكركبتين بتوعكم وتفضلوا من غير مطرود. انا بهدلتك معايا يا امينه. ما تقولش كده يا اسطى صالح، الست لازم تكون مع جوزها على الزمان. قد كان يقول اني هترمي الرميه دي يا امينه. بس شد حيلك انت وكل شيء يتعوض. ايه اللي تعوضت الصحه يا امينه مش هيتعوض النظر. ربنا قادر على كل شيء. ونعم بالله يا امينه، نعم بالله. انا مش صعبان عليا الا خروج نفوسه للشغل. بنتك ارجل من 60 راجل. انا عارف يا امينه، بس ده كتير قوي بقى، انا انام وهي تجري عليا. البنية بس اللي مزعلها قلة الشغل، مفيش حد راضي ياخدها معاه ابدا. قال ايه علشان بنت؟ غلطانين. الصنعة دلوقتي ما بقتش مسألة راجل وست ابدا، الركة المفهومية. واللي مزعلها يا حبة عيني ان لو كانوا الاسطوات ياخدوها معاهم كنا بقينا عال. وما كانش ده بقى حالنا يا امينه، بقينا نايمين على البلاط. الحمد لله على اللي يجيبه ربنا. ربنا يجازيها ام حلاوته، زي ما بهدلتنا وطلعتنا من البيت طلعت الكلاب. بقيالها بكره ربنا يورينا فيها زي ما طلعتنا من البيت حتى من غير حصيره. معلش يا امينه، عملك عمالك. ان ما كانش ست ام عبده ربنا يزيدها من نعيم الله خدتنا في بيتها، كان زماننا مرميين على الرصيف. ايوه، عملت اللي تقدر عليه، كتر خيرها. ولي على كل حال كفايه ادتنا اوضه في بيتها وادتنا كليم ننام عليه. ربنا يجازيها بالخير، بنت اصول. والله يا صالح انت خيرك على الناس كلها. او مش كل الناس اللي تعرف كده يا امينه ابدا. اديني من يوم ما اترميت الراميه دي محدش فتح علينا الباب غير الاسطى محمد والاسطى عويس. عويس ده جدع ابن حلال يا اسطى صالح، من يوم ما عرف انك عيان وهو مشغول علشانك ومهموم على خروج نفوسه كانه اخوها. ايوه معلش يا امينه، تتعدل. يمكن ربنا يعدلها لها بابن الحلال اللي يجبر خاطرها. معلش يا نفوسة، هتعبك معايا شوية النهاردة. ابدا يا سعويس، تعبك راح. انا بقول اننا بعد الدرابية دي نستأذن ونبقى نكمل بقية الجهاز بكرة الصبح. وعلى ايه بس؟ مدام اصحاب الشغل موافقين ان احنا نسهر نشطب بالمرة، ولا انت وراك حاجة؟ لا ابدا، هيكون ورايا ايه؟ بس الساعة دلوقتي بقت 8 مساء يا نفوسة، ويمكن ابوك يتخض عليكي. مدام عارف ان انا معاك مش هيتخض، اصله بيحبك قوي يا استعويس، وبيطمن عليا لما يعرف ان انا بشتغل معاك. والله اذا كان عليا انا يا نفوسة الود ودي انك ما تشتغليش مع حد غيري. كان نفسي اوري الدرابية دي لابويا. يا سلام، حاجة حلوة صحيح، ولا ماشي المراتب والستاير. عقبال جهازك يا نفوسة. لسه بدري قوي يا سعويس. بدري ازاي؟ ده عز الطلب كده. لما ربنا ياخد بايد ابويا الاول
وبعدين ابقى افكر في الجواز. يعني لو جالك عريس اليومين دول ترفضيه يا نفوسة؟ لا، انما اقول له يستنى لما ابويا يخف. وان كان ياخد ابوكي في عينيه ويريحه 24 قيراط؟ مين دلوقتي اللي هيعمل كده يا سعويس؟ دي الناس ما تعرفكش دلوقتي الا بصحتك وعافيتك. ولاد الحلال كتير يا نفوسة، بعد بكرة هفوت عليه واتكلم معاه في الموضوع ده. ايه رأيك بقى؟ موافقة؟ كل حاجة تريحك اوافق عليها. قصدي مادام ابويا يرضى خلاص ابقى موافقة. موافقة على كل حاجة يا نفوسة؟ على كل حاجة يا عويس، يا اسطى عويس. ربنا يعمل اللي فيه الخير يا نفوسة. يا اسطى صالح، مش الحمد لله الصحة أحسن؟ الحمد لله اللي يجيبه ربنا يا عويس يا ابني. أنا قلت أوصل نفوسة وأفوت عليك أشوفك، يمكن تكون عاوز حاجة ولا محتاجة. عاوزك طيب يا ابني. صحيح ابن أصلي يا عويس. ما أنا ابنك وصبيك يا اسطى. ربنا يكرمك يا ابني. نفوسة. نعم يابا. اعملي قهوة يا بنتي الوسطى عويس. حاضر يابا. ملوش لزوم والنبي يا معلم. ازاي بقى؟ ده إكرام الضيف يا ابني فنجان القهوة. ولا انت مستفقرنا على القهوة كمان يا عويس؟ العفو يا معلم، خيرك سابق. انا بس يعني مش عاوز اتعب نفوسة. مفيش تعب ابدا يا اسطى عويس. مش كفاية تعب الشغل طول النهار؟ مفيش حاجة تتعب الا الكلمة الوحشة. ربنا يكفينا شرها. ان شاء الله تكون مبسوط من نفوسة يا عويس. اقول لك الحق يا معلم، انا كنت عاوز اكلمك في الموضوع ده. ايه تعبان منها ولا ايه؟ عملت ايه نفوسة؟ ابدا نفوسة ما عملتش حاجة، دي تتقل بالمال. الناس هم اللي ولاد حرام. ازاي بقى؟ ايوه قلت لي ازاي بقى، من غير مؤاخذة. ايه؟ نفوسة شابة وحلوة. ويعني من غير مؤاخذة مش وش بهدلة، مش واخدة على المرمطة وكلام الناس. كلام الناس؟ واحنا فينا يا ابني من كلام الناس كمان؟ حصل ايه يا نفوس؟ ما تتكلمي. ابدا يابا، بس اصل الجدع ابن الزباين اللي بنشتغل عندهم قليل الادب شويه وحب يسوق معايا الهزار. وبعدين يا بنت مش نتعتي كفين وسبت الشغل؟ انا اللي كنت هشرب من دمه يا معلم، ولولا ان ابوك الراجل تمام وعمل الواجب كنت قطعت رقبته. والله جازت عليك المصايب كلها يا صالح. ليه بس كده يا ربي؟ ليه العذاب ده كله؟ صلي على النبي. امال يا اسطى، وانا يعني بقول لك كده علشان ازعلك؟ يا ريتني كنت مت قبل ما يجرى لي ده كله وابهدل بنتي بالشكل ده. معلش، كل شيء يتصلح ان شاء الله. ده انا اخرج اشحت احسن لي، اقول يا محسنين قبل ما اسيب بنتي تتبهدل بالشكل ده. وانا رحت فين يا اسطى؟ هو انا مش ابنك ولا ايه؟ كتر خيرك يا ابني على كل حال. هنعمل ايه اكتر من كده؟ انا بقول يا اسطى، لو كنت يعني الحقيقة مش عارف اقول لك ايه. قول يا ابني، قول اللي انت عايزه، قول. انا مستعد اسمع اكتر من كده. اتفضل القهوة يا اسطى عويس. قولي لي يا عويس، بس انا زي اخوكي تمام. مش كده ولا ايه يا اسطى صالح؟ مال يا ابني مال. يا ريت كان لي يا ابني زيك. يا ريت ترضى تعملني ابنك صحيح يا اسطى، كان يبقى يوم المنى. الله. ده انا باين بقى قربت افهم الكلام اللي انت عايز تقوله يا عويس. يا ريت تكون فهمت قصدي يا اسطى علشان تريحني من الكسوف. اخرج انا بره يابا، استنى امي على ما تيجي. لا تخرجي ازاي يا نفوسه؟ انا مش عاوزك تخرجي لوحدك بعد كده ابدا. انا متاسف يا اسطى، قصدي اقول يعني ما يصحش تخرج لوحدها في الليل. امرك يا عويس، نفوسة مش هتخرج لوحدها ابدا بعد النهارده. ليه يابا؟ هو انا عملت حاجه؟ لا 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 يا بنتي لا، اصل ولاد الحرام كتير ولا ايه يا عويس؟ ما تتكلم انت بقى. الحقيقه المساله ما بقتش عاوزه كسوف. انا اصلي عاوز ايوه يا سيدي، اصلك عايز ايه؟ بقول اخرج انا بره احسن يابا. لا استني يا نفوس، استني يا بنتي. انت دلوقتي راجل البيت، لازم تعرفي كل حاجه. قولي اللي انت عاوزه يا عويس. الحقيقه انا كنت عاوز اطلب القرب منك في نفوسه على شرط نعيش كلنا سوا. وانت رايك ايه يا نفوسه؟ رأيك انت يابا، ربنا ما يحرمنيش منك. يعني موافقه مش كده؟
موافقتك قابلة يابا. يا ستي انا موافق. وانتي؟ وانا انا برضو زيك يابا. اهلا وسهلا اهلا. عواف يا استعويس. الله يعافيك يا ام نفوسه. بارك العويس ونفوسه يا امينه. الله الف مبروك. على ايه يا اسطى صالح؟ عويس خطب نفوسه. ايه كلام ايه اللي بسمعه ده يا ولاد؟ حلم ولا علم ده يا ولاد؟ استمعتم إلى شخصيات تبحث عن مؤلف، وكانت هذه الحلقة عن المنجد، كتبها سامي محمد. صور الشخصيات حسب سماع الأصوات: نعيمة وصفي، جمالات زايد، نادية السبع، كوثر حمدي، أحمد راضي، عبد الفتاح السباعي، حسن مصطفى، سعد الغزاوي. وقام بدور المنجد توفيق الدقن. شخصيات تبحث عن مؤلف، برنامج يقدمه لكم السيد بدير في مثل هذا الوقت. صوت الحكاية، حكايات تروى بصوت الزمن الجميل. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لتصلكم أجمل الحكايات بصوت الزمن الجميل. دمتم بكل الخير.